أعزائي متابعي قناة المزود، مرحبا بكم في هذه الباقة الإخبارية الجديدة الخاصة بيوم 7 يونيو حزيران 2022. وأستهل هذه الباقة بتدوين لكاتبة الدولة المنتمية لحزب الشعب النمساوي السيدة لورا زاخلينا بخصوص اللاجئين، والتي أثارت جدلا بين حزب الشعب والحزب الأخضر المتحالفين في الحكومة النمساوية المركزية. وقد كتبت هذه السيدة، يعني السيدة زاخلنا، في حسابها الرسمي على تويتر بأن النمسا توصلت خلال الثلث الأول من سنة 2022 بما يقارب 16 ألف طلب لجوء، أغلبهم قدموا من طرف أفغان وسوريين. وأضافت نفس المسؤولة بأن هذا العدد يشكل عبئا على الدولة النمساوية. وسرعان ما ردت المتحدثة باسم الحزب الأخضر في السياسة الخارجية على هذه التدوينة، واصفة إياها بالنقد العنصري، مضيفة بأن حزب الشعب يحاول شغل الرأي العام النمساوي على حساب الضعفاء، ودائما في ارتباط بموضوع اللجوء. ذكرت صحيفة استغعش النمساوية بأن النمسا سجلت خلال الثلث الأول من سنة 2022 زيادة بنسبة 138% في طلبات اللجوء مقارنة مع السنة الماضية. وقد بلغ عدد هذه الطلبات تقريبا 16 ألف طلب. وجاء في مقدمة طالبي اللجوء في النمسا الأفغان ب 4225 طلب، يليهم السوريون في المرتبة الثانية ب 3920 طلب، ثم التونسيون ب 1520 طلب. وفي خبر آخر، تعرضت المنظومة المعلوماتية للحكومة الإقليمية في ولاية كارنتن الواقعة في جنوب النمسا قبل أسبوعين إلى هجوم إلكتروني من طرف مجموعة قراصنة تسمي نفسها ببلاك كاتس. وقد تمكنت هذه المجموعة من توقيف جزء كبير من البيانات المعلوماتية الخاصة بمختلف الإدارات الرسمية في هذه الولاية. وقبل يوم ذكرت القناة النمساوية الأولى بأن استهداف هذه المجموعة للمنظومة المعلوماتية بنفس الولاية ما زال متواصلا. وتطالب هذه المجموعة حكومة كارنتن بدفع 5 ملايين يورو عن طريق عملة البيتكوين حتى تتركها وشأنها، لكن حكومة كارنتن ما زالت متشبثة برفض هذا الطلب. وحاكم الولاية السيد بيتا كايزا قال بأنه لن ينصاع لابتزازات هذه المجموعة. وفي خبر آخر، طالب الحزب الاجتماعي النمساوي SPÖ المتواجد في المعارضة بضرورة الإبقاء على أسعار الإيجار في مستوى مستقر، ولذلك اقترح نفس الحزب سن قانون لا يسمح برفع أسعار الإيجار كل سنة بأكثر من 2% في حال وجود تضخم. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس كتلة الحزب الاجتماعي في البرلمان النمساوي السيد يورغ لايشتن فريد بأنه بسبب الغلاء الحاصل حاليا لم يعد من السهل على العديد من المواطنين في النمسا دفع إيجاراتهم الشهرية. وفي خبر آخر، طلب المدير التنفيذي لمنظمة زاماغيتا بوند المتخصصة في الإنقاذ ونقل المرضى والمصابين على متن سيارات الإسعاف بضرورة إلغاء ضريبة الزيوت المعدنية المفروضة على أسعار الوقود في النمسا. وأضاف نفس المسؤول بأنه لم تعد المنظمة
التي يشرف عليها القدرة على مسايرة هذا الارتفاع القوي في أسعار المحروقات. وفي خبر آخر، سقط يوم السبت طفل يبلغ من العمر سنة واحدة من نافذة شقة تتواجد في الطابق الثالث في منطقة فلوريتسدورف في العاصمة فيينا، وقد حصل ذلك في غفلة من أخته البالغة من العمر 16 سنة، التي كلفت يومها بالانتباه على الطفل أو على إخوتها. وبعد مغادرتها للغرفة توجه الطفل إلى النافذة وفقد بعدها التوازن ليهوى بعد ذلك إلى الأرض، التي كانت لحسن الحظ معشوشبة. ولحسن الحظ الطفل لم يفارق الحياة وأصيب بكسر على مستوى الفخذ. يشار إلى أن هذا الطفل هو تاسع طفل يسقط هذه السنة في النمسا من النافذة. وفي خبر آخر، تعرضت يوم الأحد سيدة تبلغ من العمر 48 سنة في ولاية النمسا السفلى، وبالضبط في منطقة بغوك موتسوشلاغ، إلى لدغة ثعبان تسببت لها في مشكلة على مستوى الدورة الدموية وانهيار، الشيء الذي استدعى نقلها إلى المستشفى بسرعة على متن طائرة مروحية. ومن خلال اطلاع الفريق الطبي على اللدغة، تبين لهم بأن الأمر يتعلق على الأرجح بلدغة ثعبان يسمى هولا نوتا، الذي ينتمي إلى فصيلة كرويتس غوتا أو نوتا السامة المنتشرة بشكل كبير في النمسا. وفي نفس اليوم أصيب أيضا سائق دراجة ألماني في منطقة غوباخ بلدغة ثعبان على مستوى رجله، وكان من الصعب وصول فريق الإنقاذ إلى الرجل بسبب الأشجار المتساقطة في المنطقة، ولم يتبين حتى الآن نوع الثعبان الذي لدغه. فالمرجو توخي الحيطة والحذر أثناء التجول في المناطق الخضراء والغابات في النمسا خلال فصل الصيف، والمرجو الانتباه أكثر للأطفال الصغار. إذا هذا ما لدي اليوم من أخبار، وحتى ألقاكم في موعد قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.